بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة يا جماعة أنا يعني تهورت كده وعملت محشي. طبعا هتقولوا الدنيا حر ومحشي ايه، بس طب هنعمل ايه؟ لازم ناكل الحاجة اللي بنحبها. عملت محشي الكرنب الجميل دوت، وعملت محشي ورق عنب، وعملت فراخ سلقتها كده وحمرتها. ويعني برضو يا جماعة، ما احنا لازم برضو هناكل، مش معقولة الحر يخلينا ما ناكلش. آه، ده اكلنا كده النهاردة. عملت ورق عنب كمان، عملت ورق عنب وعملت فراخ وعملت كرنب، والله المستعان يعني ربنا بيعين. بس الاكل طلع تحفة وطلع جميل جدا. يلا كده قوموا كده اعملوا وغيروا في الاكل النهارده، اعملوا محشي مثلا زي ورق عنب، مش لازم تعملوا صنفين او ثلاثة. انا عامله ورق عنب وبتنجان، ورق عنب وفلفل وورق كرنب. التغيير في الاكل حلو، ولازم هناكل. هنعمل ايه طيب؟ هي الحياه فيها ايه غير الاكل؟ يلا يجعل نهاركم كله خير وادي محشي ورق الكرنب كمان. عايزاكم بقى تقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم. بصوا شكله يفتح النفس. ايوه انا بحب كده ارج الحله كده واروح دلقه في الطبق في السيرفيس زي ما كانت المرحومه والدتي بتعمل. البركه هنا يا جماعه، البركه مش في الشوكه والسكينه، صدقوني البركه في اللي انا بعمله ده. ادلقي كده من الحله، ياكلوا بقى بالشوكه ياكلوا بالسكينه، هم حرين. الحاجات دي كانت أهالينا كانوا بيعملوها زمان، وكان بيوتهم كلها بركة وكلها خير. يلا يا ست البيت يا جميلة، قومي قومي وغيري في أكلك واعملي حاجات جديدة. خليهم ياكلوا ويتبسطوا، ولادك حبايبك. ربنا يعينك ويعيننا، هناخد أجر وثواب عند الله طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسيش بقى يا حبيبة قلبي تعملي لي لايك وتعملي لي متابعة. دوسي على القلب الابيض ده خليه احمر، ودوسي على الزائد علشان تبقي مشتركة عندي. اتمنى اكون بقدم محتوى مفيد، والسلام عليكم مرة اخرى.